النهاردة هنعلمكم ازاي تحلوا مكعب روبيك الاتنين في اتنين. وطبعا هو زي التلاتة في تلاتة بالظبط زي ما انتم شايفين، ولكن مفهوش المركز ده. هو على طول الجوانب فقط، مفهوش المركز. ومعظم الحركات فيه شبه التلاتة في تلاتة بالظبط. يلا بينا هنبدأ نعلمكم. هنلخبطه بالشكل اللي قدامكم ده. اي لخبطة، اي لخبطة اهو، اي لخبطة بس يتلخبط. زي ما انتم شايفين كده كده المكعب اتلخبط خالص، زي ما انت شايف قدامك كده كده اتلخبط خالص اهو. اول حاجه بتعملوها وان انتوا بتجمعوا الوش الابيض. اسهل حاجه لتجميع الوش الابيض، بتشوف الجانب ده برتقاني وده برتقاني وفيه ابيض، تنزله بس عليه كده بالشكل ده. ده احمر وازرق، ده ازرق اهو. هتجيبه عليه كده بالشكل ده وتلفه كده، وتلف تاني وتطلع فوق وتلف، تنزل وتجيبه يمين وتطلع فوق كده طلع. ده بنفس الحركه، حركة سهلة وبسيطة جمعت لي الوش كله. هنا بقى الخوارزمية دي لازم تحفظها. لف، فوق شمال تحت يمين، لف. نفضل تكررها، لف فوق شمال تحت يمين، لف. هنفضل نكررها بالشكل ده لغاية لما نوصل للشكل ده، خط أصفر وواحد أصفر أو مربع أصفر على الشمال. هنبدأ نقول فوق شمال تحت يمين، تحت لف يمين، اطلع فوق ولف شمال. هتلاقي في جنب اتعمل والجوانب دي محتاجة تتظبط. هنخلي الجنب ده على شمالنا وهنعمل تحت فوق شمال تحت يمين، تحت لف فوق فوق يمين تحت يمين فوق شمال تحت لف. ومبروك عليك المكعب بأقل عدد من الخوارزميات. تعالوا يلا نلخبطه ونشوف هنحله في قد ايه. كده اتلخبط، يلا نجيب التايمر. ده التايمر يا جماعة، جبناه اهو. ويلا بينا نبدأ، بسم الله. هنشوف هنحله في قد ايه بنفس طريقة الخوارزميات كلها. وبس كده يا جماعة، حلناه بالظبط في حوالي 29 ثانية، بس عم وقفته بقى 30 ثانية زي ما انتم شايفين. فطريقة الخوارزميات في مكعب روبيك الاتنين في اتنين جميلة جدا 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 وسهلة. حليته حرفيا في 30 ثانية، احسن كمان من طريقة التلاتة في تلاتة. ولكن برضو مع سرعتك في التلاتة في تلاتة كنت ما شاء الله حليته اسرع مرة كانت في دقيقة. وبس كده، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله في تعليم مكعب روبيك، والسلام عليكم.